السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة ثابت. النهاردة هنعمل الفريك بالفراخ أو فراخ بالفريك أيا كان يعني. طعمه حلو قوي قوي وخفيف وتغيير طبعا عن الفراخ المسلوقة والفراخ المحمرة وكده. تعالوا بقى معانا نشوف الطريقة. هنجيب طاسة ونحط فيها معلقة سمنة أو معلقتين سمنة، وندي صدمة للفراخ أكننا بنحمرها تحمير كامل. بنديها لون علشان تبقى شكلها حلو في الطاجن، يعني ما تبقاش شكلها فاتح. هنديلها صدمة ونحمرها زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت السمنة بس، وبعد كده هحط حبة زيت. هحط الكمية كلها لغاية اما الكمية تخلص، ونخليها بقى كده في قلب الطاسة لغاية ما تنشف خالص من تحت. ما نقلبهاش عشان ما تنزلش المية. هنخليها كده. هحط حبة زيت صغيرين علشان الزيت بيدي فلفلة للفريك، بيبقى الفريك مفلفل وحلو، والسمنة طبعا بتدي ريحة وطعم. انا بحط حبة ملح، وهحط شوية فلفل على الفراخ. انا كان المفروض ان انا احط ملح وفلفل في الاول، بس نسيت طبعا. غسلتها ونقعتها وصفيتها كويس جدا من المية، ورحت مبتدية على طول. فمش مشكلة، هحط فلفل والملح. وبعدين انا خليتها طبعا لغاية ما احمرت، يعني ما قلبتش على طول علشان المية بتاعتها ما تنزلش. اديني بقلبها الناحية التانية. هي خدت لون، هي احمرت اهيت من الجنب ده. بقلب كل قطعة لغاية اما تاخد لون من الجنب التاني. طبعا انا الفريك غسلاه ونقعاه في مية علشان يستوي بسرعة. لازم الفريك يتنقع ويتصفى كويس من المية، وبعدين نبتدي ايه في الطريقة. كده الفراخ معانا اتحمرت خالص. انا هشيل الفراخ، والسمنة والزيت دولت مش هيترموا. هشيل كل الفراخ في قلب طبق. شوفوا الفراخ محمرة ومدية لون حلو، اكنها مستوية. هي طبعا اكنها نص سوا، يعني ما هياش نية قوي وما هياش مستوية طبعا. هطلع الكمية كلها، وبعدين هنزل بالبصل. بجد الفريك ده تحفة، ولادي بيحبوه جدا. وهي وجبة متكاملة يعني. انا حطيت البصل في قلب السمنة هي لان طبعا فيها البهاريز بتاع الفراخ. هنقلب البصل لغاية اما يصفر شوية، يدبل ويصفر. نقلب كويس البصل. طبعا انا مش هفكركم، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. وطبعا كومنت حلو طبعا منكم بيشجعني اللي انا اعمل فيديوهات وانزلها. تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان اي حاجة انزلها توصل لكم. طبعا البصل كده اصفر. هنحط الفريك دوت متصفي من المية. هنقلب بقى البصل مع الفريك كويس جدا. البهارات بتاعته ملح وفلفل وبصل بودر وثوم بودر وجوز الطيب. لا، الملح لسه ما حطيتوش، ده فلفل وبصل بودر وثوم بودر وجوز الطيب. هنقلبه كويس. بحط الملح بقى. الملح طبعا بالبركة طبعا. انا بحب البركة، يعني بحب اعمل الاكل بتاعي بالبركة، والحمد لله بيطلع مظبوط جدا وطعمه حلو.
يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم، وانا عارفة طبعا ان انتوا بتعملوا حاجات احسن مني بكتير، بس ايه يعني افكار بنديها لبعض، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. نقلب الفريك لغاية اما ايه يشرب ميته كده عشان يبقى مفلفل زي الرز، اما بنقعد نقلب فيه علشان يبقى مفلفل. هننزل بقى دوت فلفل رومي على فلفل حامي على طماطم، طماطم متقطعة صغير، بتدي طعم حلو قوي في الفريك. وطبعا الطماطم بتبقى اما بتستوي بتبقى اصغر من كده، بس بتبقى طعمها حلو قوي. هنقلب الطماطم والفلفل والفريك، وكله هيتقلب مع بعض يتشوح كده. طبعا بنرص الفراخ على الفريك، ومش هنزوده مية خالص، لان هو يعني يعتبر استوى يعني في قلب الطاسة، بس احنا بنحطه كده في قلب الطاجن علشان يكمل سواب براحته قوي. البخار اللي بيطلع بيسوي الفراخ مع الفريك، فما نحطش مية تاني. وبعدين هنحط الورق الفويل، البخار اللي بيطلع بقى في قلب الفرن دوت بيدي طعم حلو قوي للفراخ وللفريك. هنغطيه بورق فويل. طبعا الفرن عندي والع، يعني بقاله بتاع نص ساعة كده مشغلاه. الفريك طلع في منتهى الجمال. وبصوا محمر ازاي الفراخ، محمرة اكنك محمراها وحطاها. يا رب طريقتي تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك، وشكرا لكم يا حبايبي. بوريكم بقى شكل الطاجن كده، حاجة ايه تفتح النفس. طبعا هحط الفراخ الاول في الطبق علشان اوريكم الفريك قد ايه مفلفل وحلو، يعني مستوي.
بوريكم شكل الفراخ. الفراخ كانت دايبة مستوية وحلوة قوي، والفريك طبعا شارب من الفراخ والصوص بتاع الفراخ. وبصوا مستوي قوي، كان طبعا لسه طالع من الفرن. شايفين الدخان بتاعه، البخار. جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. باي باي.